أكلة صيفية وكمان اسكندرانية بتكات وأسرار خطيرة. هنعمل كشري اسكندراني بتكات وأسرار وتحابيش. يا خبر أبيض على الجمال. تعالي بقى أقولك عملت كل الجمال ده كله ازاي. ولو عجبك الفيديو لايك وشير. هتجيبي كوباية عدس أصفر، كوباية بالظبط، وكوباية من الرز. يبقى المعيار بتاعنا كوباية عدس أصفر وكوباية رز. نغسلهم كويس جدا ونصفيهم. حلة وفيها معلقة زيت ومعلقة سمنة، وانزلي بقى بالعدس الأصفر والرز وشوحيهم كده لحد ما تتغلف بالمادة الدهنية. هننزل بمكعب من الماجي ومعلقة سكر ومعلقة من الملح، وغلفي بقى كل الكلام ده كويس. كوباية ونص من المية السخنة وهو ده معيارها. أول ما تتشرب المية على نار هادية وابدأ أسيبها كده تتشمع. بصلاية مفرومة وشوية زيت واسيبها كده تاخد اللون الجولد، أنا عايزاها تاخد اللون الذهبي ده. وبعد كده أنزل على الكشري بتاعنا بعد ما استوى وبقى خطير. عايزة أقولك الطريقة دي هتوديها في حتة تانية خالص. وبعد كده قلبي الكشري بتاعنا كده وغطيه، وأحلى كشري عدس أصفر هتعمليه في حياتك، مفلفل ويجنن. عندنا بقى طاسة سخنة وفيها شوية زيت، فصين من التوم، وهبدأ كده أول ما ياخدوا اللون الجولد ده أنزل بمعلقة من الخل، كوباية بقى من عصير الطماطم تاخد غلوة بقى على النار، ملح وفلفل أسمر وكمون، معلقة سكر صغيرة تاخد غلوة، وأحلى صوص هيبقى جاهز معاكي بالشكل ده. أنا بحب أعمل جنبها بقى طبق سلطة، خيار وطماطم وفلفل وبقدونس وعصرة ليمونة، وأحلى طبق سلطة هتاكليه. البتنجان بقى أنا ما بقلوش في الزيت، أنا بجيب شوية زيت وطاسة وأخليه كده يتدحرج في الزيت ويستوي على البخار. أحلى بتنجان مخلل هتعمليه في حياتك. 5 فصوص من التوم، عندنا فلفل أحمر وفلفل أخضر، طماطماية، شوية بقدونس، عصرة ليمون، ملح وكمون، وشوية خل، واضربيهم كده في الكبة. ودي الخلطة بتاعتنا اللي هنحشي بيها البتنجان. افتحيه بقى كده فتحة من النص بالسكينة واحشي بقى الخلطة دي خطيرة. عايزة أقولك أحلى بتنجان مخلل هتقدميه مع الكشري الاسكندراني يجنن. البيض بتاعنا بقى بتجيبي أي كمية وتحطي مية كده ومعلقة من الملح ومعلقة خل وغطيها وسيبيها تتسلق، وأول ما يتسلق تقشريه ودحرجيه في معلقة زبدة كده ياخد اللون الجلد الخطير ده. قدميه بقى مع صوص الصلصة وشوية البيض والبتنجان والسلطة. أكلة شعبية واسكندرانية بس جميلة وخطيرة. جربوها. ولو عجبك الوصفة لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. أشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة إبراهيم.